السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة كويسة. النهاردة هنعمل لكم وصفة جميلة قوي من المطبخ الصيني. يعني فيها كده ايه، تمازج النكهات ما بين الحار والحلو، وكمان النكهة الروعة بتاعت الكاجو مع الفراخ. النهاردة وصفتنا هتبقى فراخ بالكاجو. يلا بينا. بنقطع الفراخ عبارة عن كريهات متوسطة، طبعا الفراخ دي بتعوز تتبل. نعمل لها المارينيت بتاعها. فلفل ابيض، معلقه كده فلفل ابيض، برضو ملح، بيكنج صودا، ومعلقتين نشا ذرة طبعا. صويا صوص، ونخلط ده كله مع بعضه. طبعا النشا هتديها طعم مقرمش، وهتبين المكعبات بتاعت الفراخ اثناء التحمير انها متحمرة من الحواف بتاعتها كويس. بنحاول نخلطها كويس عشان المارينيد يوصل لكل اجزاء الفراخ، وبعدين نركنها على جنب. نبتدي نجهز الصوص بتاعنا. الصوص بتاعنا عبارة عن معلقة كبيرة عسل نحل او سكر بني، الاتنين يمشوا، بس انا بفضل العسل. وبرضو معلقة كبيرة من الصويا صوص الفاتح، ومعلقة كبيرة من الصويا صوص الغامق، وبرضو معلقة كبيرة من الأويستر صوص. طبعا بيكنج صودا كده، مع يعني نص معلقة صغيرة، ومعلقة نشا ذرة، ونخلط الخليط ده كله مع بعضه. وكده الصوص بتاعنا مظبوط. مية مية. برضو نركنه على جنب دلوقتي. نبتدي نحمر او نحمص الكاجو، يعني رشة خفيفة قوي كده زيت، خفيفة جدا طبعا.
نحمص الكاجو كويس قوي، بس طبعا ما نغمقش اللون بتاعه. ريحه التحميص طالعه حلوه قوي في مناخيري الحقيقه. كده حلو قوي. برضو هنركنه على جنب ثواني. الفراخ ممكن نعملها على تسطين عشان خاطر يستحسن ان الفراخ تبقى طبقة واحدة اللي محطوطة في الطاسة. نحط شوية زيت كده. واحنا بنحمر الفراخ كده هنقطع الكاجو، نقطع المشروم. يا ريت تاخدوا بالكم ان المشروم ما بيتغسلش، المشروم بيتنضف بمنديل بس. هو متنضف الى حد ما، ولكن احنا برضو هننضفه كده بمنديل. لازم اشوف اللون الاحمر في الفراخ ابتدى يظهر، لان ده سر حلاوة الوصفة بتاعتنا. شايفين اللون الاحمر اللي ابتدى يظهر في الفراخ ده؟ كده الوضع تمام قوي بتاع الفراخ. نبتدي نرفع الوش ده او المجموعة دي. سنة زيت صغيرة تاني، وننزل بقية الفراخ. وطبعا زي ما قلت لكم قبل كده ان احنا كنا حريصين ان احنا نحط الفراخ على مرتين عشان الفراخ ما تبقاش فوق بعضيها، عشان تتحمر وتاخد اللون اللي احنا اتفقنا عليه ده. كده تمام زي الفل. نطلع الجزء ده كمان من الفراخ، وطبعا اهوت اللون الاحمر اللي في الفراخ. وطبعا في نفس الطاسه هندخل بالبصل بتاعنا. البصل ممكن سلايس وممكن يتقطع بالتقطيعه اللي انتوا شايفينها دي، ودي الاشهر عموما. طبعا مفيش مانع ابدا من ان احنا نحط شويه زيت تاني. طبعا اساسي معانا الهوت تشيلي. لكن احنا برضو براحتنا، يعني ممكن ما نزودش منه وممكن
نعمله حسب الحاجة، حسب كل واحد ومزاجه. مفيش مانع بقى من ان احنا نضيف المشروم بتاعنا. وطبعا يا جماعة هنا تسوية الخضار لازم يقرش بالطريقة المصري بتاعتنا. اللفظ المصري بتاعنا ان الخضار لازم يقرش، لازم يقرش. ما ينفعش الخضار يبقى طري مستوي لدرجة انه طري، لا هو يستوي بس يعني يقرش. فص توم صغير كده. نبتدي ندخل بالخضار، الفلفل، فلفل اصفر، فلفل احمر، وفلفل اخضر. كده نبتدي ننزل بالفراخ بتاعتنا هي كمان. وكده هنغطيها بس دقيقتين 3. سنة بس ملح صغيرة. وكده ننزل بالصوص بتاعنا. يا سلام على الجمال والحلاوة. نزود بس صويا صوص فاتح شوية. ونبتدي ننزل بالكاجو. الكاجو محمص المحترم. واخيرا ننزل بالبصل الاخضر
لان ده يعني احنا عايزينه اخضر، هو يا دوبك كده بيدبل شويه صغيرين. وطبعا في الاخر هنزين بالسمسم، واحنا بنغرف الطبق ده مع الرز الابيض، ده اساسي. الرز الابيض ساده، رز ابيض ابيض، يا سلام زي الفل. طبعا التشيكن كاجو بتتاكل او بتتقدم مع رز ابيض. ادي الرز الابيض، طبق الرز الابيض الجميل. ونبتدي نغرف التشيكن كاجو. التشيكن كاجو من المطبخ الصيني. ارجو ان حضراتكم تجربوها، وزي ما قلنا تكتبوا لنا في التعليقات انتوا شفتوها ازاي، وبعدين يا ريت تشيروا الفيديو وتعملوا لنا لايك واشتراك في القناة، وسلام.